لعيبه الكوره في مصر فوق القانون ومحدش بيقدر يحاسبهم. ليه اللعيبه عندنا شايفين انهم اعلى من اي حد وانهم فوق القانون؟ من النهارده مفيش حكومه. انا الحكومه، انا الحكومه. النهارده هنتكلم في حلقه مهمه وحلقه تقيله ممكن تزعل منها ناس كتير، ولا هنتكلم في تحليل ولا في ماتشات ولا في اخبار ولا اي حاجه ليها علاقه بالملاعب. احنا هنتكلم عن الجانب المظلم والجانب الغير اخلاقي للاعيبه الدوري المصري. ظاهره مرعبه منتشره بقوه بين لعيبه الانديه، خصوصا الانديه الجماهيريه والكبيره. تخيل ابنك يكون واخد لاعب قدوه واللاعب ده اصلا مدمن او قاتل او لاعب ما عندوش اخلاق. النهارده هنفتح ملف مهم وهنتكلم ازاي النجوميه والفلوس ممكن تحول اللاعب لبلطجي او واحد مزور. وهنتكلم عن 5 لعيبه هم احمد فتوح، امام عاشور، مصطفى محمد، رمضان صبحي، عماد متعب. اللي يشوف غلط ويسكت ما يصحش يقعد في وسطنا ولا يعمل راسه براسنا. نتكلم ولا ما نتكلمش؟ نتكلم ولا ما نتكلمش؟ اربط الحزام ويلا بينا نبدا رحلتنا اللي بعنوان ازاي لعيبه الكوره تحولوا لبلطجيه. في البدايه كده خلينا نكون متفقين ان لاعب الكوره المفروض انه يكون قدوه للاطفال وللشباب وحتى للناس الكبيره، لان طبعا العيون والانظار كلها بتكون موجهه للاعب الكوره. يمكن بقى اكتر من الممثلين والنجوم اللي بيعملوا مسلسلات وافلام دلوقتي اي تصرف بيعمله اي لاعب، خصوصا اللعيبه اللي بتلعب للاهلي او للزمالك، بيكون ليه تاثير وصدى كبير في الوسط الرياضي. لو اللاعب ده عمل حاجه ايجابيه بتنتشر بشكل كبير، ولو عمل حاجه سلبيه بتنتشر بشكل اكبر. فتخيل ابنك يكون معلق صوره لاعب واخده قدوه ليه ونفسه يكون زيه، واللاعب ده اصلا اخلاقه مش كويسه. لعيبه الكوره في مصر عندنا عايشين ملوك، كل حاجه متوفره اليوم حرفيا، فلوس وشهره واي حاجه بيعوزوها بتكون موجوده. ولو اللاعب ده بيلعب للاهلي او للزمالك بيكون ليه ظهر وشعبيه جماهيريه كبيره جدا، وبيتعامل معامله خاصه غير باقي اللعيبه وغير باقي المواطنين بشكل عام. يعني من الاخر كده بيبقى شخص تاني عايش معانا، ما بيطبقش على القانون بتاع الغلابه. كل واحد وليه جنونه يا منصور، والأقوى دايما جنونه هو اللي صح. خلينا نبدا في الاول بواحد اسطوره من اساطير مصر ومن اساطير النادي الاهلي، عماد متعب. وهنتكلم عن كذا واقعه حصلت من عماد متعب. الواقعه الاولى اتعدى على صحفي في سبتمبر عام 2010. كان في مباراه بين النادي الاهلي وشبيبه القبائل في دوري الابطال. عماد متعب كان غاب عن المباراه دي بسبب الاصابه، وكان قاعد يتفرج على المباراه في المدرجات، وكانت موجوده معاه يارا نعوم قبل ما يتجوزها. بين الشوطين كان في حد من الصحفيين خد صوره لعماد متعب ويارا نعوم. بعدها الصحفي بيتفاجئ ان عماد متعب بيحاول ياخد منه الكاميرا بالقوه عشان يمسح الصوره. راح الصحفي عمل محضر لعماد متعب واتهمه بالتعدي عليه بالضرب والسب والقذف، رغم ان اصلا في البث المباشر بتاع المباراه كان ظهر فيها عماد متعب ويارا نعوم وهم في المدرجات. اللقطات اللي واخدينها كلها طبيعية، والاكتر انا وانت وهي. الواقعة التانية لما ضرب سواق اتحرش بمراته. في يونيو عام 2011 عماد متعب اعتدى على سواق العربية وأجرى طلع سلاحه وضرب طلقتين في الهواء عشان يخوفه، فالسواق عمل محضر ضد عماد متعب. النيابة العامة قالت إن مرات عماد متعب كانت سايقة العربية وعماد متعب سايق عربيته وراها، واتفاجئ إن السواق بيضيق على مراته فراح مطلع سلاحه وضرب طلقتين في الهواء. ومش بس كده، تعالى بقى للواقعة التالتة الأشد خطورة لما اعتدى على ضابط شرطة. في عام 2014 محكمة جنح حول القاهرة حكمت على عماد متعب بالحبس لمدة 6 شهور مع إيقاف التنفيذ، ودفع مبلغ 20,000 جنيه كفالة. وده لأن عماد متعب كان راكن عربيته في مكان مخالف، فالظابط كلبش العربيه وشاف شغله عادي. لما عماد متعب رجع لقى العربيه متكلبشه، فبدل ما يكلم الظابط بهدوء ويحل الموضوع بشكل ودي او انه يدفع الغرامه اللي عليه وخلاص، تعدى على الظابط بالسب والقذف وطلع سلاحه في وش الظابط. وده طبعا لانه بيلعب في النادي الاهلي، شاف نفسه نجم كبير وراه شعبيه وجماهير بالملايين في كل مكان، واكيد عارف اللي فيها انه مش هيتحبس ولا حد هيقدر يكلمه. اللاعب الثاني معانا هو احمد فتوح، لاعب نادي الزمالك. محدش يقدر يختلف على امكانياته ولا مهارات احمد فتوح وانه لاعب مميز، ولو كان ركز في الكوره بس مش بعيد كنا نشوفه بيلعب دلوقتي في الدوريات الخمسه الكبرى. لاعب عنده امكانيات ومهارات عاليه جدا، وياما لعب على لعيبه تقيله وقدر انه يوقفهم. غير انه لاعب جوكر بيقدر يلعب في اي مكان في الملعب. بس طبعا اي لاعب عندنا بيكون موهبه، تحس ان دماغه بتكون مهويه وما بيعرفش يقدر حجم الموهبه اللي عنده. انت طول عمرك بتفكر غلط، انا مش عجباني دماغك دي، انت بتحلك فين؟ وزي ما كلنا عارفين الموهبه لو ما قدرتش تطورها بتخسرها. احمد فتوح لاعب بتاع خروجات وسهر وشرب، ياما غاب عن معسكرات للزمالك بسبب الحفلات والسهر اللي كان بيسهروا. ده كله ممكن يبان انه عادي رغم انه غلط وكلنا معترفين بكده، لكن الكارثه الاكبر في جريمه القتل اللي عملها فتوح في شهر 8 اللي فات، لما كان شارب حشيش وكان سايق بسرعه كبيره وخبط من شرطه فقتله. القصه مش مجرد حادثه على الطريق، القصه في الاستهتار اللي وصل لدرجه القتل. انت متخيل ان امين الشرطه اتقسم نصين واهله حياتهم اتدمروا من بعده بسبب استهتار لاعب؟ المشكله بقى ان النيابه اكدت ان اللاعب كان تحت تاثير المخدرات، والمفروض ان ده لاعب دولي وبيلعب باسم منتخب مصر. وطبعا احنا حفظنا القصه، طالما انه لاعب بيلعب في الاهلي او للزمالك فالدنيا بتقوم ما بتقعدش. فعلا ده اللي حصل. محامي اللاعب وناس من جوه نادي الزمالك ورجال اعمال حاولوا انهم يتواصلوا مع اهل امين الشرطه عشان يوصلوا لحل ويخليهم يتنازلوا على قضيه مقابل مبلغ مالي، وفعلا ده اللي حصل، واهل المتوفي خدوا مبلغ مالي واتنازلوا على قضيه. بس السؤال هنا، هل لو ده كان شخص عادي او مواطن غلبان هل كان هيتم التعامل معاه بنفس التعامل اللي حصل مع احمد فتوح؟ الاجابه اكيد لا طبعا، لان مكانه اللاعب والفلوس اللي معاه هي اللي بتحدد الحكم، وهي اللي تقدر تغير القانون وتخليه في مصلحه اي لاعب. ومن يومين محكمه النهضه بترفض الطعن اللي قدمه احمد فتوح وبتأيد حكم حبس اللاعب 6 شهور مع ايقاف التنفيذ، يعني ولا فيها حبس ولا فيها اي حاجه والموضوع يعتبر انتهى. اللاعب الثالث اللي
معانا هو امام عاشور. امام اعتدى على فرد امن في احد مولات الشيخ زايد عشان بيقول ان مراته اتعكست وهي في المول، وبعد ما استمعت النيابه لاقوال فرد الامن اللي قال انه اتفاجئ ان امام عاشور اقتحم المول ومعاه مجموعه من اصحابه، وكان عددهم حوالي 10 او 15 شخص، وبداوا في الاعتداء على فرد الامن لعند ما دخل في حاله اغماء. وحسب كلام فرد الامن اللي قال ان مرات امام عاشور كانت موجوده في المول الساعه 5 الفجر وما بلغتش عن اي حاله تحرش ولا اتكلمت مع اي حد من فرد الامن. حقك طبعا انك تغير على اهل بيتك، بس في حاجه اسمها قانون هو اللي يجيب لك حقك. وبعدين فرد الامن الغلبان ايه ذنبه عشان تروح تضربه؟ ده على اساس ان هو اللي اتحرش بمراتك مثلا؟ وطبعا انت بقيت فاهم الدنيا ماشيه ازاي. اللاعب هيتقبض عليه من هنا، هيبدا النادي يقوم المحامين ورجال الاعمال يشتغلوا في الاتصالات تشتغل، ولو في حكم طلع على اللاعب هيتقدم طعن وهيطلع براءه او يطلع عليه حكم مع ايقاف التنفيذ، والموضوع كله بيتلم بكفاله او بشويه فلوس بياخدهم الموظف الغلبان عشان يتنازل عن المحضر. نيجي بقى للاعب الرابع والخامس معانا عشان يعتبر هما الاثنين ليهم نفس الموضوع. ابطال القضيه معانا هما مصطفى محمد لاعب نانت الفرنسي ورمضان صبحي لاعب نادي بيراميدز. في 2022 وقت ما كان منتخب مصر مشارك في افريقيا في الكاميرون، كان مصطفى محمد موجود مع بعثه المنتخب، وكان في شخص تاني صاحب مصطفى محمد داخل يمتحن مكانه في احد المعاهد التعليميه في ابو النمرس. ولما اتمسك الشخص اللي بيمتحن مكان مصطفى محمد قال ان دي مش اول مره يمتحن مكان اللاعب، وهو دخل مكانه في 3 امتحانات قبل ده، وده الامتحان الرابع اللي اتمسك فيه. وقال انه بيساعد مصطفى محمد عشان خايف اللاعب يصعد، خصوصا انه في مهمه وطنيه مع منتخب مصر، وقال انه كان متفق مع مصطفى محمد عشان يدخل الامتحان مكانه. وطبعا مصطفى محمد نفى الكلام ده كله وقال انه ما يعرفش اللاعب، وطبعا مصطفى محمد نفى الكلام ده كله وقال انه ما يعرفش الشخص اللي امتحن مكانه ولا يعرف اي حاجه عنه. وفي الاخر اللاعب ولا بيتحبس ولا اي حاجه، والشخص التاني هو اللي بيتحبس مكانه. نفس الكلام لسه حاصل من فتره قريبه مع رمضان صبحي اللي خلى حد يدخل يمتحن مكانه في معهد سياحه وفنادق في ابو النمرس برضه، وبعدها اتقبض على رمضان صبحي واتحقق معاه وطلع منها، والشخص التاني هو اللي لبسها. بس انا عندي كام سؤال بخصوص موضوع تزوير الامتحانات وان الشخص التاني يدخل يمتحن مكان اللاعب. هو للدرجه دي يعني الشخص التاني ما بيكونش عارف ان ده لاعب مشهور، وان اي حد هيشوف اسمه في اللجنه وهيبص على الموجودين مش هيلاقي واحد منهم؟ السؤال التاني بقى للعيبه اللي بيخلوا الناس تدخل تمتحن مكانهم. واحد زي رمضان صبحي محتاج الشهاده يعمل بيها ايه ومحتاج يزور اصلا ليه؟ انت حتى في معهد مش في كليه ومش شهاده يعني كبيره عشان تفرح بيها مثلا. اللي اعرفه ان رمضان صبحي بياخد في السنه حوالي 2 مليون دولار، وهو اللاعب المصري الوحيد اللي بيقبض فلوسه بالدولار. يعني انت متخيل انه بياخد في السنه حوالي 100 مليون جنيه؟ فشهاده ايه اللي هتفرق معاك وانت بتاخد الرقم ده في السنه؟ انت حرفيا قادر انك تبني جامعه وتسميها باسمك وتاخد الشهادات اللي انت عايزها من الجامعه بتاعتك. فشهاده ايه اللي هتفرق مع واحد مليونير عشان خاطر يدخل نفسه في قضيه تزوير؟ ودول كده شويه قضايا معانا حابين ان نتكلم فيهم ونوضح الجانب التاني للاعب كره القدم عشان ما نشوفش اي لاعب نقول عليه قدوه وخلاص. وطبعا الاطفال الصغيره لما بتحب لاعب وبتتعلق بيه بيكونوا عايزين يقلدوه في كل حاجه حتى لو كانت الحاجه غلط. فرساله لكل اللعيبه، انت مش مجرد لاعب كوره وخلاص، انت المفروض قدوه ومثال لكل الناس اللي بتتفرج عليك. فيا ريت تكون شخص محترم عشان الناس اللي بتشوفك وتقلدك في حاجه محترمه مش حاجه غلط. والكلام ده مش بقوله عشان اخليكم تكرهوا لعيبه الكوره، بالعكس ده عشان خايف على اللي جاي لما يكون القدوه بلطجي او غشاشه او مدمن مستنيه من الجيل اللي طالع. وبرده زي ما في لعيبه مغروره وشايفه نفسها، في لعيبه تانية محترمين جدا وما تعرفش صوتهم عامل ازاي اصلا ولا بتسمع اسمهم الا في ارض الملعب بس كده، لو شفتهم تلاقيك بتحبهم من غير حتى ما تعرفهم، رغم ان ممكن يكون اللاعب ده في الفريق المنافس وتلاقي نفسك بتحبه بدون اي سبب. يا ريت القانون يفضل سيف على رقبه الكل زي ما بيتطبق على الغلبان يتطبق على لاعب الكوره. وفي النهايه هل شايفين ان النجوميه في مصر فوق القانون؟ مين اللاعب اللي نسيت اذكر اسمه عمل كارثه وعدت ومحدش كلمه؟